من بعد ما كملنا القبعة الصيفية جات على هذا الشكل هذا. كنتمنى انها تعجبكم. طريقة بسيطة جدا وسهلة في الفيديو بجميع المراحل. اختي اذا كنتي اول مرة كتشوفي القناة وعجبك المحتوى، ما تنسيش انك تشتركي وتفعلي الجرس ليصلك مني كل جديد، مع البارطاج مع الاهل والاصدقاء لتعم الفائدة والى التشجيع والدعم. فرجة ممتعة. من بعد ما كملت اللباس غادي نخدم القبعة، وغادي ناخد العبار ولا القياس على هذا الشكل. هذه الدورة ديال الرأس من ناحية ديال الأذنين عندي 45 سنتيمتر. هنا غادي ناخد القياس من الأذن للأذن على هذا الشكل 25 سنتيمتر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة ناسي شانيل. اليوم إن شاء الله غادي نخدموا قبعة بطريقة بسيطة وسهلة. هنا من بعد ما خديت القياسات حصلت على 25 سنتيمتر كما شفتوا في الفيديو، وهنا في دورة الرأس لقيت 45 سنتيمتر. كنحتاجوا الكروشي رقم 2 مليمتر، وكنحتاجوا لهذا الخيط هذا اللي هو الخيط ديال الكوردون. بسم الله على بركة الله. كبداية غادي نلفوا الخيط ديالنا على الاصبع على هذا الشكل، ندخلوا الكروشي هنا في الدائرة وغادي نخرجوا الخيط بحال هكذا. نجروا شويه الخيط وهنا حصلنا على واحد الدائرة اللي غادي نخدموا عليها غرز عمود. هنا كبداية جوج ديال سلسلة. من بعد غادي نلفوا الخيط ديالنا باش نخدموا غرز عمود. بالنسبه للاخوات المبتدئات غرزة عمود كتكون بلفه واحده على هذا الشكل. كنخرجوا هاد الجوج ومن بعد كنخرجوا جوج الاخرين. هنا حصلنا على 4 ديال الاعمده. بالنسبه للبدايه حتى هي كنحسبوها عمود. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 العمود. غادي نحبس. هنا حصلت على 15 العمود. انا غادي نجر الخيط ديالي مزيان على هذا الشكل، وغادي نجمع بمنزلقه بدايه السطر مع النهايه ديالو. هنا غادي نمشي السلسله الثانيه، هذه الاولى وهذه الثانيه. هنايا غادي نخدم منزلقه، غادي نحصل على هاد الدائره. من بعد غادي نخدم جوج ديال سلسله، وفي نفس المكان غادي نخدم عمود. ننتقل هنا العمود الثاني وغادي نخدم جوج ديال الاعمده في نفس المكان. ننتقل للعمود الثالث وغادي نخدم جوج ديال الاعمده في مكان واحد. اذا كل عمود غادي نخدم فيه جوج ديال الاعمده حتى للنهايه ديال السطر، وغادي نرجع معكم. هنا كانت عندي 15 عمود كبدايه. موراها كل عمود خدمت فيه جوج ديال الاعمده، حصلت على 30 عمود. غادي نجمع اول السطر مع النهايه ديالو بمنزلقه. من بعد غادي نبدا في السطر الثالث. غادي نخدم جوج ديال سلسله، وفي الغرزه المواليه غادي نخدم اللي هي هذه، غادي نخدم فيها جوج ديال الاعمده. من بعد غادي نخدم عمود
وغادي نمشي للعمود الموالي، غادي نخدم فيه جوج ديال الاعمده في نفس المكان. من بعد غادي نخدم عمود مر العمود الموالي، وغادي نخدم جوج ديال الاعمده في عمود واحد، وهكذا حتى نكمل السطر ديالي كله على هاد الطريقه هذه. هنا من بعد ما كملت السطر الثالث غادي نجمع البدايه مع النهايه بغرزه عمود، وكبدايه دائما جوج ديال سلسله. هنا غادي نلف الخيط ديالي باش نخدم غرزه عمود فوق غرزه العمود المواليه اللي هي هذه. غادي نخدم غرزه عمود، من بعد هنا غادي نخدم جوج ديال الاعمده، واحد جوج. غادي نعاود هنا في الغرزه المواليه غادي نخدم غرزه عمود، الغرزه المواليه غرزه عمود، والغرزه المواليه غادي نخدم فيها جوج ديال غرز عمود. اذا غادي يكون عندي غرزه عمود وغرزه عمود جوج ديال الاعمده في مكان واحد. الا لاحظتوا دائما ملي كنجي لهاد البلاصه هذه فين كاين فيها جوج ديال الاعمده، في وسط منهم كنخدم جوج ديال الاعمده، وغادي نبقى غادي على هاد الطريقه هذه حتى نوصل للنهايه ديال السطر ونرجع معكم. وبالنسبه لهاد الخدمه هذه هي كقاعده لكل دائره. هنا من بعد ما كملت السطر الرابع غادي ننتقل للسطر الخامس بمنزلقه. غادي نجمع البدايه ديال السطر مع النهايه. هنا غادي نخدم جوج ديال سلسله، من بعد غادي ننتقل للغرزه المواليه غادي نخدم فيها غرزه عمود، الغرزه المواليه غرزه عمود. هنا حصلت على 3 ديال الاعمده. هنا غادي نخدم جوج ديال الاعمده في وسط هاد جوج ديال الاعمده كما خدمت سابقا، وغادي تبقى هذه هي الطريقه اللي غادي نكمل بها الدائره ديالي. نفس الشيء هنايا غادي نخدم غرزه عمود، هنا غرزه عمود، الغرزه المواليه غرزه عمود. هنا غادي نحصل على 3 ديال الاعمده، موراها هنا في وسط هاد جوج ديال الاعمده غادي نخدم جوج ديال الاعمده. وغادي يكون دائما التزايد في السطر الموالي غادي يكونوا 4 ديال الاعمده، في السطر الموالي غادي يكون 5 ديال الاعمده، وهي غاديه حتى نكمل العرض اللي بغيت. مني غادي نوصل للقياس اللي بغيت غادي نرجع معكم. نفس الطريقه ديال التزايد، كل جوج ديال الغراز في وسط منهم جوج ديال الغراز حصلت على واحد القدر. وهنا غادي ناخذ القياس ديالي ديال دوره الراس اللي هي 45 سنتيمتر. غادي نقلبوا الدائره ديالنا على الظهر ديالها بهذا الشكل، وغادي ناخذوا السنتيمتر ديالنا وغادي ندوروه كامل على هاد الدائره بهذا الشكل. انا هنا الكاميرا ما جاينيش على حساب يديا، كنت من قبل دورته حتى وصلت لهنايا. هنايا عندي لقيت 44 سنتيمتر، باقي لي 1 سنتيمتر باش نكمل 45. غادي نكتفي بهذا القدر. تقدروا تحصلوا على الزياده اللي هي المهم ماشي بزاف، ما كيكونش واحد التفاوت، كتكتفيو بهذاك القدر. وهنا غادي نكمل الخدمه ديالي بغرزه منزلقه. غادي نجمع اول السطر مع النهايه ديالو كالعاده. هنا غادي نبدا بسطر جديد، جوج ديال سلسله، غرزه عمود فوق كل غرزه عمود. هنا ما غاديش يكون التزايد، غادي نخدمو على الطريقه هذه، غرزه عمود فوق
كل غرزة عمود حتى نكملوا السطر ديالنا كله. ملي نكملوا السطر غادي نرجع معكم. هنا من بعد ما خدمنا كل غرزة عمود فوق غرزة عمود غادي نكملوا السطور الموالية على نفس الطريقة، جوج ديال سلسلة كالعادة كبداية، غرزة عمود فوق كل غرزة عمود. غادي نخدموا بنفس الطريقة حتى نوصلوا للعرض اللي بغينا. من بعد ما كملت السطر ديالي اللي هو غرزة فوق كل غرزة بدون زيادة، غادي نجمع اول سطر مع النهاية ديالو بغرزة منزلقة، جوج ديال سلسلة كبداية ككل مرة. من بعد ما كملت السطر اللي هو غرزة فوق كل غرزة غرز أعمدة، غادي نجمع اول سطر مع النهاية ديالو بغرزة منزلقة، جوج ديال سلسلة كالعادة، وفوق كل غرزة عمود كيف ما خدمت السطر السابق بدون زيادة. وهكذا حتى في السطر الموالي حتى نحصل على العرض اللي بغيت. كيف ما كتلاحظوا بدا ياخذ الشكل ديال القبعه. غادي نزيدو على هذه الطريقه هذه حتى نوصلوا للقياس اللي بغينا. هنا من بعد ما حصلت على 25 سنتيمتر اللي هو العرض ديال القبعه، غادي نزيدو نكملوا الخدمه ديالنا. من بعد ما حصلنا على 25 سنتيمتر ديال العرض، غادي نخدموا سلسله وغادي نخليو واحد جوج. الغرزه الثالثه غادي نخدموا 5 ديال غرز عمود، جوج 3 4 5 سلسله، غادي نخليو واحد جوج. الثالثه غادي نخدموا فيها غرزه حشو. غادي نزيدو بنفس الطريقه سلسله، غادي نخليو واحد جوج. الثالثه غادي نخدموا فيها 5 ديال غرز عمود، واحد جوج 3 4 5 سلسله، وغادي نخليو واحد جوج. نمشيو للثالثه نخدموا غرزه حشو، سلسله، وهكذا حتى نكملوا السطر ديالنا كله ونرجع معكم. هنا بعد ما كملنا السطر الاول غادي ننتقلوا للسطر الثاني، غادي نخدموا سلسله وغادي نمشيو هنا الغرزه الثالثه اللي هي في الوسط، وغادي نخدموا جوج 3 ديال غرز عمود. غادي نخدموا سلسله وفي نفس المكان نفس الغرزه غادي نخدموا فيها 3 ديال غرز عمود على هذا الشكل. من بعد غادي نخدموا سلسله وغادي نمشيو فوق غرزه الحشو السابقه وغادي نخدموا غرزه حشو. من بعد غادي نخدموا سلسله نفس الطريقه اللي خدمناها في هذا القوس الاول، غادي نخدموها هنايا في الوسط اللي هو الغرزه الثالثه. غادي نخدموا 3 ديال غرز عمود، جوج 3 سلسله 3
ديال غرز عمود في نفس المكان، 2 3 سلسله فوق الغرزه ديال الحشو غادي نخدموا غرزه حشو اخرى، سلسله ونفس الطريقه. هنا في الوسط غادي نخدموا 3 ديال سلسله، 3 ديال غرز عمود سلسله، 3 ديال غرز عمود، وهكذا حتى نكملوا الدائره ديالنا كلها. من بعد ما كملت السطر الاول غادي ننتقل للسطر الثاني بمنزلقه، جمعت بدايه السطر مع النهايه، خدمت 2 ديال السلسله وغادي نخدم كل غرزه عمود فوق منها غرزه عمود، 1 2 3 سلسله، وفي نفس المكان غادي نخدم غرزه عمود. باقي لي 2 ديال غرز عمود، كل غرزه عمود فوق منها غرزه عمود، سلسله، نصف غرزه عمود فوق غرزه حشو. غادي تجيني على هذا الشكل هذا. غادي نزيد سلسله، من بعد غادي نخدم نفس الطريقه، غرزه عمود، غرزه عمود، غرزه عمود في الثالثه، سلسله، نفس المكان غادي نخدم فيه غرزه عمود، غرزه عمود فوق كل غرزه عمود، سلسله، نصف غرزه عمود فوق غرزه الحشو، وهكذا حتى نكمل السطر ديالي كله ونرجع معكم. من بعد ما كملت السطر الثاني غادي ننتقل للسطر الثالث. هنا بمنزلقه جمعت اول سطر مع النهايه ديالو، خدمت 2 ديال سلسله وغادي نخدم 2 ديال غرز عمود. هنا عندي 3 ديال غرز عمود. في هذا الفراغ هذا اللي فيه سلسله غادي نخدم غرزه عمود، سلسله، غرزه عمود. هنا 3 ديال الاعمده غادي نخدم كل عمود فوق منه عمود، 1 2 3 سلسله، نصف غرزه عمود فوق نصف غرزه عمود. غادي نحصل على هذا القفيس هذا. غادي نعاود نفس الطريقه، سلسله، فوق كل غرزه عمود غرزه عمود، 3 ديال الغرز، 1 2 3. هنا في هذا الفراغ اللي فيه غرزه فيه سلسله غادي نخدم غرزه عمود، سلسله، غرزه عمود. يبقاو لي 3 ديال الغرز غادي نخدم كل غرزه فوق منها غرزه عمود، 1 2 3 سلسله، نصف غرزه عمود فوق نصف غرزه عمود، وهكذا حتى نكمل السطر ديالي كله بنفس الطريقه. من بعد ما كملت السطر الثالث غادي نخدم السطر الرابع، 2 ديال سلسله، من بعد غادي نخدم كل غرزه عمود فوق منها غرزه عمود، 2 3 4. هنا في هذا الفراغ غادي نخدم غرزه عمود، سلسله، في نفس الفراغ غادي نخدم غرزه عمود. عندي 4 ديال الغرز، غادي كل غرزه نخدم فيها غرزه عمود، 2 3 4.
سلسلة نصف غرزة عمود فوق نصف غرزة عمود، سلسلة. من بعد غادي نخدم كل غرزة عمود فوق منها غرزة عمود. هنا عندي 4، غادي نخدم 4 ديال غرز عمود. 1 2 3 4. نفس الطريقة اللي خدمت بها القوس الأول. في الفراغ غادي نخدم غرزة عمود، سلسلة، في نفس الفراغ غادي نخدم غرزة عمود أخرى. هنايا غرزة عمود فوق كل غرزة عمود غادي نحصل على 4 ديال غرز عمود. 2 3 4. سلسلة نصف غرزة عمود، وهكذا حتى نكمل السطر كله بنفس الطريقة. ملي غادي نوصل للنهاية ديال السطر غادي نرجع معكم. غادي نزيد واحد السطر واحد اخر. من بعد ما كملت السطر الرابع غادي نبدا في السطر الخامس 2 ديال الاعمده، وكل عمود غادي نخدم فوق منه عمود، غادي نحصل على 5 ديال الاعمده. 2 3 4 5 ديال الاعمده. هنا في الفراغ غادي نخدم غرزة عمود، سلسلة، غرزة عمود في نفس الفراغ. هنايا غادي نخدم 5 ديال الاعمده، كل عمود فوق منه عمود. 1 2 3 4 5. هنايا ما غاديش ندير ديك السلسله، ما نخدمش السلسله، غادي نخدم مباشره فوق نصف غرزة عمود، وغادي نمشي مباشرة فوق العمود الموالي، وغادي نخدم أعمدة اللي هما 5. 2 3 4 5. هنا في الفراغ نفس الخدمة، غرزة عمود، سلسلة، غرزة عمود في نفس الفراغ. 5 ديال الأعمدة، كل عمود فوق منه عمود. 1 2 3 4 5. نصف غرزة عمود فوق نصف غرزة عمود، ونمشي مباشرة فوق الأعمدة ونخدم 5 ديال الأعمدة. 1 2 3 4 5. نفس الطريقة اللي خدمت بها القوس الثاني غادي نكمل السطر ديالي كله وغادي نرجع معكم. من بعد ما كملت الأقواس اخر السطر غادي نخدمو على هذا الشكل. غادي نمشي لهذا الفراغ، نخرج الخيط، نرخف الخيط مزيان ونخدمو. نولي الفراغ الثاني، الطريقه باش غادي نخدم ماشي من اليمين الى اليسار، انما من اليسار الى اليمين. نرخف الخيط ونخدم وهكذا حتى نكمل السطر ديالي كله. ملي غادي نكمل السطر غادي نرجع معكم كيجي على هذا الشكل.